الخبر تيفي، للخبر بقية. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. وزير جزائري سابق يكشف شرط بلاده لإعادة علاقتها مع إسبانيا. الملك محمد السادس هل يلتقي بالرئيس الجزائري في كأس العالم؟ المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ليصلك آخر الأخبار المغربية. وزير جزائري سابق يكشف شرط بلاده لإعادة علاقتها مع إسبانيا. لا تزال القطيعة بين الجزائر ومدريد مستمرة، خاصة فيما يخص اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين والعلاقات التجارية، وذلك على خلفية القرار التاريخي لإسبانيا الذي اعترفت فيه بجدية ومصداقية الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب لإنهاء نزاع الصحراء. وفي آخر مستجدات القضية أكد وزير الاتصال والثقافة الجزائري الأسبق عبد العزيز الرحابي في حوار مع صحيفة البايس أن الجزائر لا تفهم لحد الساعة سبب تغيير مدريد لموقفها لصالح المغرب، وهو الأمر الذي سبب انزعاجا وقلقا لها. أضاف رحابي أن هناك إجماعا في الجزائر على الاستمرار في القطيعة مع إسبانيا التي تعتبر بحسبه مستعمرة سابقة للصحراء، ووجب عليها البقاء في موقف محايد في القضية لا أن تخضع للمغرب. وشدد المتحدث على أن عودة العلاقات بين البلدين مرهونة بعدول إسبانيا عن موقفها الذي أصدرته في مارس الماضي لفائدة المغرب، مؤكدا أن الجزائر لا زالت في موقف مقاطع لإسبانيا، ولا زالت اتفاقية الصداقة والتعاون والعلاقات التجارية متوقفة بين البلدين عدا اتفاقية إمدادات الغاز الجزائري نظرا لوجود عقود مبرمة سابقا. وعرج رحابي على تصريح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الأمم المتحدة في الشهرين الماضيين الذي لم يذكر فيه دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي، حيث اعتبره إشارة إيجابية إلا أنها ليست كافية. وشكل إعلان الحكومة الإسبانية علنا وللمرة الأولى في مارس الماضي دعمها موقف المغرب بخصوص قضية الصحراء ضربة موجعة ونكسة قوية للنظام الجزائري الذي احتج من خلال قطع العلاقات مع مدريد إلى غاية الرجوع عن قرارها الداعم لمغربية الصحراء. الملك محمد السادس هل يلتقي بالرئيس الجزائري في كأس العالم؟ من المنتظر أن يحضر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حفل الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي ينطلق غدا الأحد في قطر. وأكدت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه دعوة رسمية لتبون لحضور حفل الافتتاح والمباراة الأولى في المونديال بين قطر والإكوادور. وتعرف العلاقات الجزائرية القطرية انتعاشا لافتا وتطورا غير مسبوق، حيث حضر أمير قطر حفل افتتاح النسخة 19 لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي استضافتها مدينة وهران الجزائرية الصيف الماضي، كما حضر أيضا القمة العربية التي انعقدت مطلع الشهر الجاري بالعاصمة الجزائرية مقابل زيارة دولة للرئيس الجزائري لقطر في فبراير الماضي. وكان رئيس تبون ندد بالحملات المشبوهة التي تستهدف دولة قطر قبل انطلاق المونديال، مؤكدا دعم الجزائر الدائم والكامل لقطر في هذه المنافسة والوقوف إلى جانبها لدحر هذه الحملات ومروجيها. وقال تبون في تصريح لوكالة الأنباء القطرية نهاية الشهر الماضي: هذه المنافسة العالمية التي تنظمها قطر ستبقى محفورة في تاريخ كرة القدم. أضاف تبون: قطر ستفاجئ العالم بمستوى التنظيم المحكم في كل المجالات. وفي ذات السياق وجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني دعوة رسمية للملك محمد السادس قصد حضور حفل افتتاح هذا الحدث التاريخي الذي ستجري أطواره فوق الأراضي القطرية في الفترة انطلاقا من يومه الأحد المقبل إلى غاية 18 من شهر دجنبر المقبل وفق ما أكدته تقارير إعلامية. وأشارت نفس المصادر إلى أن إمارة قطر قامت باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال الملك خلال حفل الافتتاح، وهم حاليا في انتظار القرار النهائي من طرف المملكة المغربية. وفي نفس السياق سبق للمملكة وإمارة قطر في وقت سابق التوقيع على إعلان مشترك بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بكأس العالم قطر 2022. الخبر تيفي، للخبر بقية.